السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. كفالة عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم. لما توفت السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم وراحت أم أيمن لعبد المطلب بعد وفاتها ودفنها ب5 أيام، وحكت اللي حصل كله لجد النبي صلى الله عليه وسلم، ضم عبد المطلب هذا الصبي إلى صدره واحتضنه ورق عليه رقة لم يرقها على أحد من ولده. وكفل عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الساعة. وكان يوضع لعبد المطلب فراشا في ظل الكعبة كان لا يجلس عليه أحد من أبنائه ولا من أشراف قريش إجلالا وتعظيما لهذا الشيخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي وهو غلام فيجلس عليه فيأخذه أحد أعمامه. وكان عبد المطلب لما يعرف اللي حصل ده يقول لهم دعوا ابني، وكان يمسح على راسه ويحسس على ظهره، وكان يسر عبد المطلب ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل في مرة إن في راجل جذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد المطلب وكان كفيف ضرير فقال: ما لابني يبكي؟ قالوا: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فأنب الراجل ولامه، وبعد كده ما عادوش بيمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لما يجي لعبد المطلب طعام كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه، وساعات كان يجلسه على فخذه ويؤثره بأطيب الطعام. وكان يصطحب للحفلات العامة وفي الطواف والدعاء للاستسقاء. ولما شاخ عبد المطلب فقد بصره، بس تلك الكارثة لم تؤثر على أخلاقه ومكارمه، فإن ركبا من جذام فقدوا رجلا منهم فلقوا حذافة بن غانم فأخذوه وربطوه، فالتقى الركب بعبد المطلب فلما شافه هتف باسمه. فقال عبد المطلب لابنه أبي لهب: ويلك، ما هذا؟ ايه اللي بيحصل؟ فقال له ابو لهب: هذا حذافه بن غانم مربوطا مع رجل. فعبد المطلب قال له: الحقهم واسالهم في ايه او ايه اللي بيحصل ده. فلما سالهم ابو لهب رجع وقال لابوه اللي حصل كله. فقال له: روح الحقهم واعطه ما بيدك من مال واطلق سراح الرجل. فلحقهم ورهن رداءه ووعدهم ان هو هيديهم فدية كويسة. فأطلقوا حذافة وسمع عبد المطلب صوته وقال له حذافة: ها أنا ذا بأبي أنت يا ساقي الحشيش. وقال له: اردفني، يعني عايز أركب معاك. فركبوا عبد المطلب وراه لحد ما دخل إلى مكة المكرمة. وكافئوا حذافة بقصيدة وكان مطلعها: بنو شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء الليل كالقمر البدر. وبعد 2 من كفالة عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم توفى عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنوات. بس في المرة ديت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف يعني ايه الموت، وحس بالحزن الشديد على جده عبد المطلب، وظل يمشي وراء النعش وهو بيبكي إلى أن دفن عبد المطلب. وكان عبد المطلب لما حضرته الوفاة أوصى إن عمه أبو طالب هو اللي يتكفل برعاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أبو طالب كان بيحبه وبيشفق عليه في حياة جده. فكان أبناء عمه لما ياكلوا جميعا أو فرادا ما كانوش بيشبعوا، فكان لما أبو طالب بيحب يغديهم أو يعشيهم كان بيقول لهم: اصبروا حتى يأتي محمدا ليأكل معنا. والحلقة الجاية بإذن الله مع كفالة عمه أبو طالب.